في حاجه كمان بره، ثانيه واحده. ميامي هول. نبدا بدي. كل مره بقول ان انا مش هجيب حاجه تاني خلاص للبيت، بس بضعف. لقيت ان انتوا كمان بتحبوا ان انا اشارككم الحاجات اللي انا جبتها في البيت وكده. ودي اول حاجه، انا بس مش فاكره الفاتوره فين، بس هو سعرها كان تحفه. شيل دي على جنب. بصوا بقى، دي اللي هي كده، اوكي. في منها واحده كمان، انا بس عايزه اوريكم هما بيتحطوا ازاي. انا فاكره سعر دول كده كلهم مع بعض ب 10 جنيه، فانا جبت 5 عشان انا محتاجه اللي هي الصينيه دي نفسها. الحاجات دي بقى ممكن يتحط فيها مثلا حاجه كده ديكور، فانا جبت منهم كذا واحده وكذا شكل. هي الاشكال بتبقى مختلفه، هي اللي هي الصينيه نفسها. بصوا انا قلت لكم ان انا محتاجه الصينيه نفسها، فانا جبت من دول 3. ودي كده واحده مدوره، وفي واحده كمان قلب، بس انا مش عارفه هي في انهي شنطه. بصوا ده اسم المحل. جبت طابلوهات كده، عايزه احط حاجه فوق السرير، فجبت ال3 دول. اول واحد صبر، تاني واحد شكله كده، وده تالت واحد. هحط صبر دي في النص، ودي من هنا ودي من هنا. سعره كان حلو قوي، هو خفيف فممكن يتلزق بدبل فيس. اخر حاجه جبتها هي طقم الترابيزات دي، هما بيبقوا تحت بعض كده. دي اكبر واحده، بيبقى في واحده تانية اصغر منها واللي اصغر منها. هوريكم، استنوا الاصغر منها. بصوا انا مش عارفه اشيل اكتر من كده، بس هو بتبقى واحده كده، وفي كمان واحده صغيره بيتحطوا بقى كده في كورنر يعني. فانا بفكر ان انا اعمل الاباجوره دي مع الترابيزات دي في كورنر مثلا لوحده. عموما احنا هنظبط الحاجات دي كلها في تجهيزات رمضان، فاستنوا الفيديو الجاي.